وستكون امام منتخب مالي. كل التوفيق لكرة القدم الوطنية. نغلق القوس، نعود لمباراتنا اليوم، نعود لعبد الصمد الزلزولي. تمريرة عرضية بهذه الكيفية، محاولة مغربية، الهدف الأول ممكن، التسديد بشكل مباشر ممكن، وناحي يسدد، جول. كل شيء ممكن، لا شيء يستحيل على عناصر المنتخب الوطني المغربي. عز الدين أناحي يركنها في الشباك بالأناقة، بالطريقة ديالو المعتادة، بالأسلوب ديالو المعتاد. عز الدين أناحي يضع الكرة في الشباك. هذا هو أناحي الذي يضع الكرة بلمسة ساحرة، بلمسة فنية، والجماهير تراقب، والجماهير تصفق، والجماهير تحيي عز الدين أناحي على هذا الهدف الجميل، على هذا الهدف الرائع. شوف الطريقة، عملية هجومية بهذه الكيفية. شوف الدفاع 4-5 لاعبين، بعد ذلك تأتي التمريرة من إبراهيم دياز، ثم نصير، ثم أناحي، وقف الكرة ديالو ورفع العين ديالو. لاحظوا اختار الزاوية البعيدة، صعيبة على أي حارس كيفما كان. هنا التمريرة اللي جات من جانب نصير، وهنا التسديدة من أناحي. 25 سنة، هذا هو أناحي الذي يقدم عروض قوية ويقدم أداء رائع. اليوم يبحث وليد الركراكي لأن يواصل المشوار بشكل جيد على مستوى الانتصارات، لأنه يريد أن يتجاوز 17 انتصارا. الكرة بهذه الكيفية نحو الجهة اليسرى، تمريرة عرضية، فرصة، جول. الهدف الأول، جول. الهدف الأول مغربي يأتي بهذه الكيفية من الجهة اليمنى، عملية هجومية، ونايل العيناوي يضع الكرة في الشباك معلنا عن أولى أهدافه مع المنتخب الوطني المغربي. نايل العيناوي من الجهة اليمنى تعامل مع هذه الكرة، لعبها بشكل ممتاز وتمكن من وضع الكرة في الشباك معلنا عن الهدف الأول في الدقيقة الخامسة أو الدقيقة الرابعة. يجي الهدف الأول. هذه البداية التي تأتي من جانب المنتخب الوطني المغربي. ده 1-0 وداخلين بأسلوب هجومي. وهذا الوالد يونس العيناوي، الأب، أحد نجوم كرة المضرب المغربية، الابن سجل في الملعب، والأب في المدرجات يناصر، والأب في المدرجات يتابع، وأيضا نشاهد الطريقة والكيفية التي أتت من خلال هذه الكرة. نايل العيناوي كان في وضعية جيدة، صحيح أنها اصطدمت في الدفاع، وطريقة صوب المرمى مباشرة. تمريرة الصباري، الأسيست وصناعة هذه الكرة، والتمريرة جاءت من جانب الصباري، ثم التغطية لم تكن إطلاقا بالجيدة من جانب الدفاع. من لمسها هو أشاييه بيغ، ولكن نايل العيناوي هو من كان له الفضل في إتمام هذه الكرة ولمس هذه الكرة وتحويل مسارها صوب المرمى. 1-0 أحسن بداية، 1-0 أحسن سيناريو ممكن نشوفه من خلاله مقابلة اليوم. الكرة من جديد، محاولة للبناء، البحث عن الانسلال، رجعت من جديد لتكون المغربي عن طريق سفيان مرابط للجهة اليمنى. مزراوي ماذا يفعل؟ مزراوي تمرير عرضية، فرصة ممتازة، هدف ثاني للمنتخب الوطني المغربي عن طريق إسماعيل الصباري في الجهة اليسرى، كيتمكن باش أنه يدخل داخل منطقة الجزاء وكيركن الكرة في الشباك بأسلوب مميز. إسماعيل الصباري تعامل مع الكرة بشكل ممتاز، تمريرة عرضية جانبية داخل منطقة الجزاء. ما نساوش بأنه صاحب التمريرة اللي جاء من خلال الهدف الأول للمنتخب الوطني المغربي، والآن هو صاحب الهدف. تمريرة عرضية عن طريق نصير مزراوي، وكيتمكن من وضعها في الشباك اللاعب اسماعيل الصباري. لاحظوا التموضع ديالو، المكان اللي كيتواجد فيه، وايضا كيفاش انه انهى الكره. هنا الدور ديال التموضع، وايضا الدور ديال اللاعب اللي دخل في المقابله ومركز ويبحث لاستغلال كل الفرص. اذا وليد الركراكي سعيد بالهدف الماضي. حسرة امامنا لاوتشو خالد، وهو عميد المنتخب الاوغندي. انس صلاح الدين، كرة صالح المنتخب الوطني المغربي، عملية هجومية من الجهة اليسرى، فرصة الانسداد سفيان رحيمي، الاختراق، مرور ممتاز وسقوط، ضربة جزاء يقول الحكم، ضربة جزاء. هذا هو سفيان، هذا هو رحيمي، هذا هو اللاعب المطلوب، نعم اللاعب الذي بإمكانه أن يقتنص أنصاف الفرص يستغلها وليقدم الإضافة المرجوة. لاعب من الصعب أن تزيح الكرة من أقدامه. حسرة من بول جوزيف الذي يراقب ما يحدث، البلجيكي الذي يقود المنتخب الأوغندي. شوف الكرة، شوف هنا طريقة المرور والعبور والسقوط. يا سفيان هذا سفيان رحيمي، كيف أنه
اصطاد ضربة جزاء. شوف ردة فعله تحت التركيز. سفيان يتقدم. جول 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 جول. هدف ثالث للمنتخب الوطني المغربي، هدف ثالث للمنتخب الوطني المغربي، هذه المرة من نقطة الجزاء. لاعب ذو 29 سنة، لاعب العين الإماراتي الذي وضع الكرة في الشباك الرشاوي السابق، اللاعب الذي يلعب مع المنتخب الوطني المغربي ل 29 مقابلة. نعم، يتمكن اليوم من زيارة الشباك، من تسجيل الهدف الثالث في شباك المنتخب الأوغندي. الدخول والتسجيل هنا بمدينة طنجة يأتي ليكون بهذه الكيفية وبهذا الأسلوب. اصطاد ضربة جزاء وبعد ذلك انبر لها بنجاح الحارس في جهة والكرة في جهة. وثالث الأهداف المغربية أتت بالحضرات بأقدام سفيان الذي تقدم، وبعد ذلك في الشباك تم هدف بعنوان سفيان رحيمي. ممتاز كيف تعامل مع هذه الكرة، كيف أسكن هذه الكرة في الشباك. ثالث أهداف المنتخب الوطني المغربي، ثالث أهداف المنتخب الوطني المغربي. كي منتخب الكونغو الديمقراطية، وفي أمريكا الجنوبية أيضا بوليفيا، والكونكاكاف جوج ديال المنتخبات، وأوقيانوسيا هناك كاليدونيا الجديدة. كرة مغربية، عملية هجومية من جانب إلياس خماش، دخول داخل منطقة الجزاء، تمريرة ممتازة، والهدف الهدف الرابع عند بلال الخنوس الذي يضع الكرة في الشباك معلنا عن رابع الأهداف. كنا نتوقع أن الرابع قادم وقابل المباراة أن تستضيف هدف أو أن يكون فيها هدف رابع، وذاك ما فعل بلال الخنوس. تمريرة عرضية جانبية واستثمار ممتاز من بلال الخنوس الذي يضع الكرة في الشباك. رابع الأهداف للمنتخب الوطني المغربي. نظرة على دكة احتياط، نظرة على بول. كيف هو الحال في هذا اللقاء؟ إلياس خماش، التمرير العرضي الجانبي، كرة هيئت بشكل ممتاز، وبلال الخنوس في المكان المناسب. رفع عينه، شاف بلال الخنوس وضعية مثلى جيدة، منح له كرة في طبق من ذهب. بلال الخنوس لم يدخر جهدا في وضعها في الشباك، مازال ما نقص لعب كورته بكل براعة، وضعها في الشباك. حارس مرمى يتقدمه لاعب اسمه نوكونداني إيلاري، كلاهما لم يتمكن من حصر هذه الكرة. الرباعية في طنجة، حاولت المشاركة من جانب إلياس بالصغير، كرة تنفذ رأسية، جول جول جول. تسد شباك البحرين، هدف من جواد اليميق، يضع الكرة في الشباك. نعم، المنتخب الوطني المغربي يسجل. كرة نفذت، كرة ثابتة، كانت الحل لتهتز شباك منتخب البحرين في الوقت بدل ضائع. لعبت بشكل جيد، لعبت بشكل ممتاز، تمريرة عرضية، وجواد اليميق المدافع الذي يتمكن من الارتقاء أمام الجميع، المدافع الذي يتمكن من تسجيل هدف فريد بديع، هدف يأتي بهذه الكيفية، هدف نعم في الميادين أمام البحرين، ولكن بأي طريقة وبأي صورة. كنا ننتظر من سيكون هذا حارس مرمى. اليوم استأسد بقوة، اليوم تصدى للعديد من المحاولات، لكن هذه لا ترد. هذه كرة في شباك البحرين، من سجل جواد ومن غيره. اليميق يضع الكرة في شباك البحرين، 1 مقابل لا شيء في الوقت البدل ضائع. كرة نفذت بإحكام وسجلت بإحكام، إبداع مغربي في هذا مركب الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط. بن عبدي الأصول مغربية، الجنسية بحرينية، يحاول ما أمكن أن يرفع من همة المنتخب البحريني، لكن المنتخب اللي شرف الجميع وأبهر الجميع الحقيقة بأدائه الكبير جدا. منتخبنا المغربي تمشي على طول الكرة تاني أمامية، المحاولات تتكلم، والهدف ممتاز، يسجل الهدف الأول ممتاز للمغرب. الله الله الله،
المغرب يسجل، يتألق المنتخب المغربي، يسجل منتخب المغرب بشكل ممتاز. شوف الكرة، شوف التحولات، والمغرب يتقدم نتيجة السيطرة. الله على الهدف الجميل لصالح منتخب المغرب. اذا يتقدم المغرب. شوف الكرات الجميلة، شوف التحولات الجميلة، وشوف السيطرة الممتازة بالنسبة لصالح منتخب المغرب. هنا قبل التبديلات يتم التسجيل، ودي نتيجة واقعية تماما بالنسبة لهذا الأداء، بالنسبة لهذا الشكل الجميل. شوف الكرة، شوف التحولات الممتازة جدا، شوف الانطلاقة، ودي شوف الكرات العرضية الخطيرة، ودي الهدف الوان تاتش الجميل اللي بيدور عليه لاعبي المنتخب المغربي، يحط الكرة بشكل ممتاز ممتاز ممتاز. شوف هدف ما أروعه، العرضية من ملك العرضيات من اللاعب أشرف حكيمي، اتلعبت الكرة عرضية جميلة جدا جدا. إذا هدف ممتع، هدف جميل، هدف ممتاز، هدف يتألق فيه نجوم المنتخب المغربي بهدف راقي جدا وهدف رائع جدا في شوط المباراة